أهلا بيكم في حلقة جديدة وأنمي جديد. بتبدأ حكايتنا بإننا بنعرف إن الأرض كان بيحكمها شخص واحد بس، وكانت قوته مطلقة وعظيمة جدا لحد ما الشخص ده بيموت وقوته بتتقسم لجزئين، جزء النور وجزء الظلام. وكانت كل المخلوقات على وجه الكرة الأرضية بيحصل بينها حرب عظيمة جدا لحد ما الشيطان هو الوحيد اللي قدر يوقف الحرب دي. وهنسيبنا بقى من الكلام ده ونخش على بطل قصتنا، وبنروح لدافيون قاتل التنانين اللي بيوصل لمكان فيه معركة ما بين التنانين وأحد الجنود، وبيعمل دخول عظيم بيقدر ان هو يهزم بيه التنين. بس بعدها التنين بيهرب منه تحت الارض، وطبعا بنشوف ان دافيون قوي جدا وبيقدر ان هو ينزل وراه، وبعدها بيقطع راسه وبيموته. بس بيشوف في الكهف اللي تحت الارض صغار التنانين وهم شكلهم كده قاتلين بعض، وبيحس ان في حاجة غريبة في الموضوع. ولما بيكمل في النفق ده بيوصل للمكان اللي التنين نايم فيه، وبيعرف ان التنين ده هو ألدرون. وواحد من الجنود بيقول لدافيون ان دي فرصتهم علشان يقتلوه، بس دافيون بيعترض على كلامه وبيقول له ان قتال مع تنين زي ده بيهدد امن القريه، ومن الاحسن ان احنا نسيبه نايم. وبعدها بيخرجوا من النفق وبيوصلوا القريه، واهل القريه بيستقبلوهم استقبال الابطال، وبالاخص طبعا دافيون لانه مشهور بشجاعته ان هو قاهر للتنانين. وبنشوف دافيون وهو قاعد في البار وبيقوم يجيب شويه عصاير لاصحابه، وبيقول لهم العزومه عندي النهارده. وبياخد باله ان في بنت شكلها مش من القريه، وبتكون واقفه على البار وهو بيحاول انه يتكلم معاها. بس واحد من الجنود اللي كان معاه في كهف التنين بيظهر وهو سكران، وبيقول له ان هو جبان وكان المفروض يموت التنين. بس دافيون بيتخانق معاه وبيخليه يسكت، وبعدها بيرجع يبص على البنت مش بيلاقيها. وبنشوف البنت دي وهي قاعده مع واحده صاحبتها، وبيجي واحد شكله غريب كده وبيقعد معاهم، وبنعرف ان هي عايزه من الشخص ده ان هو يدلها على مكان ازهار اللوتس اللي اتسرقت منها، وبتديله مجوهرات مقابل ان هو يساعدها. في الوقت ده بيتدخل واحد سكران تاني وبيغلس عليهم، وبيحاول ان هو يضرب الشخص اللي قاعد معاهم، وبيكتشف ان الشخص اللي قاعد ده من العفاريت، وساعتها بيكون عايز يقتله. بس دافيون بيتدخل في الوقت المناسب وبياخد العفريت ده وبيطلعه بره البار على اساس ان هو هيقتله. بس بعد ما بيخرجه بيسيبه يهرب. وبنشوف بعدها النقيب وهو ماشي في المدينه سكران، وفي صوت بيكلمه من السيف بتاعه، وبيقول له ان هيبته ضاعت وخلاص كرامته بقت في الارض، وان هو يقدر يساعده ان هو يقتل التنين لوحده. وفعلا الكيان اللي بيكلمه دوت بيدخل في جسمه وبيسيطر عليه وبياخده علشان يقتل التنين. وتاني يوم دافيون بيصحى وبيعرف ان النقيب راح علشان يقتل التنين، وساعتها بياخد ديله في اسنانه وبيحصله على هناك. ولما بيوصل هناك بيلاحظ ان النقيب فيه حاجه مش طبيعيه، وبنعرف ان اللي سيطر عليه ده شيطان. وبيفكر دافيون بالذاكره بتاعه موت ابوه علشان يأثر عليه وياخد جسمه، بس دافيون مش بيستسلم له بسهوله. في الوقت ده بيوصل التنين وبيشوف التنين التاني وهو ميت، ودافيون بياخد صف التنين الاحمر اللي بنعرف ان اسمه سلايراك، وبيبدأوا يحاربوا الشيطان. ودافيون بينتهز الفرصة وبيقدر ان هو يطعنه في قلبه، بس للأسف بنروح للتنين سلايراك اللي بيكون بيموت متأثر بإصابته. ودافيون بيقرر ان هو ينهي معاناته وبيروح علشان يقتله. بس ساعتها سلايراك بيقول له انا عايزك تسامحني على اللي هعمله، وبيغدر بدافيون وبيكون شكله كده هيقتله، وبيضرب دافيون وبيغمى عليه. بعدها بنشوف دافيون وهو ماشي في الغابة ومليان جروح، وما نعرفش ازاي هو صحى من الضربة دي. المهم بيكون في لصوص بيعترضوا طريقه، بس الأحداث بتقف ومش بنعرف هو عمل ايه معاهم. تاني يوم الأميرة اللي كانت في البار هي والمساعدة بتاعتها بيلاقوه في الغابة، وبيكون يا عيني من غير هدوم، وهي بتديله هدوم وبتقول له استر نفسك. ولما بتسأله عن اللي حصل بتكون ذكريات دافيون كلها مشوشة وعبارة عن أحلام هو مش قادر يتعرف عليها. المهم تاني يوم بيوصلوا للمدينة، ودافيون بياخدهم لمكان يعرف صاحبه، وبيقول لهم ان هو هيوفر لهم الأكل وأوضة نوم. وفجأة وهم في البار دافيون بيقعد يكح جامد لحد ما بيخرج خاتم من بقه، وواحد من اللي موجودين في البار بيقول لدافيون ان ده خاتم اخوه المقتول، وبيقول له ان هو لقى اخوه والجماعه اللي معاه ميتين بطريقه وحشيه. ساعتها دافيون بيفهم ان هو اللي قتلهم وبيحاول يهجم عليه، بس دافيون بيضربه جامد. والراجل ده بيقول له انت بتضربني؟ طب لو راجل خليك مكانك وانا هرجع بكره وهجيب لك اللي يربيك. في وسط كل دوت دافيون بيكون مش فاكر اي حاجه ولا بيعرف ايه اللي حصل وازاي الخاتم ده وصل لبقه. وبنشوف بعدها الاميره ميرانا وهي رايحه لواحد علشان تعرف منه مكان الازهار، وهو بيدلها على مكان واحد ممكن يساعدها بس بيكون في مدينه تانية. وفي خلال طريقهم للرجوع بيشوفوا دافيون وهو متحاوط بمجموعه من قطاع الطرق اللي جايين علشان ياخدوا حق اصحابهم اللي اتقتلوا، وكل واحد فيهم بيبدا يهاجم دافيون وبيقطع فيه وهو مش عارف يقاوم لحد ما بيقع مهزوم. بس ميرانا لما شافت اللي بيحصل ما عجبهاش الوضع وكانت بتهجم عليهم بسهامها علشان تفرقهم. في الوقت ده بيحصل حاجة غريبة ودافيون جراحه كلها بتخف،
وبيتحول لمخلوق شكله غريب، وسرعته وقوته بيكونوا ملهمش مثيل، وبيبدأ يقتل فيهم كلهم ومحدش بيقدر يقف قصاده لغاية ما بيخلص عليهم كلهم بطريقة وحشية، وبيرجع تاني لطبيعته وبيكون مش فاهم أي حاجة من اللي حصلت. وميرانا بتعرض عليه ان هو يروح معاهم قبل ما الحراس بتوع المدينة يوصلوا ويقبضوا عليه، وفعلا بيقرر ان هو يتحرك معاهم. وبنشوفهم وهم في الغابة وميرانا بتكون قاعدة بتراقب دافيون وخايفة منه، ولما بيصحى بتنصحه ان هو يكمل معاها لغاية ما توصل للحكيم اللي هي عايزاه، وبتقوله ان هو اكيد هيقدر يساعده. وبنرجع فلاش باك وبنعرف ان اللي سرق زهرة اللوتس اللي الأميرة بتدور عليها هي واحدة من العفاريت، والأميرة ميران حاولت إن هي تمسكها، بس البنت كانت قوتها وسرعتها عاليين جدا. وبنعرف من البنت دي إن العفاريت مش هيقدروا إن هم يرجعوا لوطنهم الحقيقي غير بالأزهار دي، وإن غابة الفضة هي الموطن بتاعهم، وإن هم اتطردوا منه من قرون. وبنشوف بعدها فيرمين وهي بتلم حاجتها وأخدة الزهرة علشان تروح تدور على الساحر اللي هيحقق النبوءة عن طريق استخدام الزهور دي، وهيقدر يرجع ميني تاني للحياة. المهم يعني بعد ما بتوصل هي واصحابها للبرج ده وبتقابل الساحر وبياخد منها الزهرة، بيقول لها ان دي مجرد قصص، وبيقول لها ان مفيش حاجه اسمها كده، وبيطردها هي واصحابها بره القصر. ويومها كلهم بيناموا في الغابه، وبتهجم عليهم واحده من اهل الغابه الفضيه علشان تسترجع الزهره بتاعتها، وبتقتل كل اصحاب فيرمين، وبتكون لسه هتقتلها هي كمان، بس الساحر بينقلها لجوه البرج بتاعه وساعتها بيقدر ينقذها. وبنعرف ان الساحر كل ده كان مراقبها، ولما بتوصل البرج بيقول لها ان القصه القديمه انتهت وان اللي هيبدأ ده قصة جديدة. وبنرجع تاني لدافيون وميران اللي بيكونوا في طريقهم للقرية، بس بيحصل انهيار تلجي والأميرة بتنفصل عنهم، بس الوقت قصير. في الوقت ده بتوصل لكهف فيه مخلوقات شبه الزومبي، والمخلوقات دي بتحاول ان هي تهاجم الأميرة، بس دافيون بيظهر في الوقت المناسب وبينقذها. وبيوصلوا بعدها للبرج بتاع فرسان التنانين، وبيكون البرج فاضي وبيستريحوا فيه. وبعدها كيدن بيوصل، وبنعرف ان ده أقوى صياد تنانين موجود، وان هو ده القدوة بتاعة دافيون. ساعتها كيدن بياخد باله من التغيرات اللي حصلت في تصرفات دافيون، زي ان هو بقى بيتعصب لما كان بيقطع في التنين، وان هو رافض ياكل اي لحم من لحوم التنانين. وبعد ما اليوم بيخلص بيكون دافيون نايم، وكيدن بيحاول ان هو يهجم عليه، وبياخدوا الاوضه تحت الارض وبيفضل يطلب منه ان هو يظهر. وبنعرف ان اللي جوه دافيون ده هو التنين سلايراك، وساعتها بيظهر لكيدن وبتحصل بينهم معركة كبيرة. في الوقت ده بتكون الأميرة ومساعدتها والوحش بتاعها في طريقهم للهروب، لحد ما في نهاية المعركة بنشوف إن كيدن بيموت على إيد دافيون، وبياخد الأميرة واللي معاها وبيطير. وبنشوف بعدها الساحر وهو عند ملكة الأرض الفضية، وبنعرف إن هم كانوا على علاقة زمان، بس هي اتحولت لشريرة وباعت العفاريت وسابت بنتها تموت. ساعتها بيسيبها وبيرجع تاني للبرج بتاعه، والملكة بتتجنن وبتجمع كل المقاتلين علشان يخلصوا على العفاريت نهائي. وبنرجع تاني للتنين سلايراك، وبيكون بيعاني جدا من الجروح اللي اتصاب بيها في المعركة. في الوقت ده بيكون دافيون في عالم غريب، وبيلاقي نفسه وسط التنانين، وبيبدأوا يكلموه وبيقولوا له انه مستحيل بشري يكون موجود في العالم ده، وان الصخرة اللي هو واقف عليها دي بتاعة تنين الرعد سلايراك. ولما تنين منهم بيلمس راس دافيون بيعرف كل اللي حصل، وان سلايراك ساب عالم التنانين وراح عالم البشر لما عرف ان التنين ألدورا في خطر، وان شيطان نسل الرعب موجود. وبيعرفوا كمان ان التنين سلايراك نقل روحه لجسم دافيون عشان يرجع تاني للحياة ويقدر يخلص على شيطان نسل الرعب. في الوقت ده بتكون الأميرة ميرانا بتحاول ان هي تفوقه، وبتحاول تشيل سيف كيدن من جسمه، ودافيون بيكون حاسس بكل اللي بيحصل، وبيقول ان التنين سلايراك بيهاجم ميرانا ولازم يرجع علشان ينقذها. في الوقت ده التنانين بيسألوه احنا ليه نثق فيك وانت بتقتل فينا، ودافيون بيرد عليهم ان مفيش حاجة بيكرهها في حياته قد التنانين، لانهم هم اللي قتلوا اهله واهل قريته قدام عينيه، بس الخطر اللي شافه من الشيطان اقوى بكتير من الخطر اللي هو شافه من التنانين. في الوقت ده التنانين بيقترحوا ان هم يقتلوا دافيون علشان سلايراك يرجع تاني للحياة، وبنروح لسلايراك اللي بيكون على وشك ان هو يقتل ميرانا، بس دافيون بيرجع تاني لجسمه. وبننتقل وبنشوف لونا وهي بتقتل في شعب العفاريت زي ما امرتها الملكة، بس بيرجع مجموعة من الجنود مصابين جدا، وواحد منهم بيكون منهار من كتر الإصابات اللي في جسمه وبيموت. وبنعرف ان في مجموعة من العفاريت المتمردين في الغابة وهم اللي عملوا كده في الجنود. وبنرجع تاني لدافيون بعد ما وصل للقصر بتاع الحكيم اللي هو الساحر يعني، وبعد ما بيستريح بيروح للساحر وبيحكي له على اللي حصل وبيطلب منه حل. والساحر بيقول له التنانين السبعة اللي هو شافهم هم اللي بيحافظوا على توازن الكون، وان الشيطان كان هيلبس جسم سلايراك
بس سلايراك لبس جسم دافيون علشان يمنع الشيطان من ان هو يتحكم في قوته، ودافيون بيعرف ان هو لازم يموت علشان سلايراك يرجع تاني للحياة، وان هو مهما حاول يهرب من الموت مش هيقدر يهرب منه لان هو قدره في الاخر، وبيديله سلسلة بتخليه يتحكم في تحوله. وبعدها ميرانا بتعرف من الساحر ان الملكة بعتت جيوشها عشان تقتل العفاريت، بس ميرانا ما بتصدقش الكلام ده وبتقول له ان هو كذاب وعايز يشوه صورة الملكة. والساحر علشان يثبت ان هو مش عايز غير السلام بيقول ان هو هيرجع لها ازهار اللوتس مقابل ان الحرب تنتهي. بس فيرمون لما بتعرف الكلام ده بتعترض وبتتهمه بالخيانة، بس هو بيقول لها ان الهدف الاهم هو ان الحرب دي تنتهي، وتقريبا كده هو عنده نية تانية بس طبعا مش هيقول عليها. وبيحط لهم الازهار في صندوق سحري عليه تعويذة ومش هيتفتح غير لما يعلنوا ان الحرب انتهت، وبيبعت معاهم فيرمون علشان ترشدهم للطريق. بس وهي ماشية بيقول لها ارجعي ومعاكي دافيون، وبنشوف بعدها الساحر وبنعرف ان هو عمل اتفاق مع شيطان نصل الرعب وطلع خاين في النهاية. وبنرجع تاني لدافيون وبنشوف ان هما ماشيين فيرمون بتسرق منهم الصندوق وبتهرب، بس التنانين بتهاجمها، ولما بتهرب من التنانين بتخش كهف بعدها، بس بتكتشف ان هي جوه عش التنانين، ودافيون بيدخل وراها الكهف علشان ينقذها وبيحاول يقنعها ان هي تسلم الصندوق وتهرب وهو هيعطل التنانين، وبيقول لها ان هو كده كده مصيره الموت فمش هيفرق معاه، بس على الاقل يموت وهو بيحقق هدف ميرانا. وفعلا فيرمون بتسيب الصندوق وبتهرب، وبنروح وبنشوف ميرانا بتكون وصلت للجماعة بتاعتها وبتطلب منهم ان هي تتكلم مع لونا على انفراد، وفعلا بتدخل تتكلم معاها وبتقنعها ان هي تنهي الحرب، وكده كده ازهار اللوتس رجعت. ولونا لما بتروح علشان تاخد رأي الملكة بتلاقيها موافقة، وبنروح بعدها لفيرمون وهي في السجن وبتتكلم مع القائدة بتاعة المتمردين وبتحاول تقنعها بالسلام، بس القائدة بتقول لها ان مفيش سلام هيحصل وان هي هتفضل تقتل فيهم لحد ما تخلص على الملكة. وبنروح وبنشوف ان فعلا الجيش قرر ان هو ينسحب، والصندوق بيتفتح والازهار بتخرج منه، وفي نفس الوقت الشيطان بيحضر وبيلبس جسم واحد من العفاريت وبيقدر يسحر الجيش كله وبيكون تحت تحكمه. وتعال اقول لك على شوية تفاصيل. الساحر والملكة كانوا متجوزين وخلفت منه طفلة بس اتخلت عنها لانهم رفضوا ان هم يكونوا تحت حكمها، وفي يوم بنتهم بتتعب وبيكون الوحيد اللي في ايده علاج البنت هي الملكة، بس بترفض ان هي تساعد بنتها غير لما الساحر يخضع ليها، والساحر فعلا بيخضع ليها في سبيل ان البنت تعيش، بس البنت بترفض وبتقول لها ان هي مش هتخضع وهي عايزة امها مش عايزة الملكة، وساعتها الملكة بتسيب بنتها تموت. في نفس الوقت قائدة العفاريت بتعلن الحرب على الجيش وبتهجم عليهم وبترجع المعركة تاني، ودافيون بيقلع السلسلة علشان يتحول ويحمي ميرانا، وفيرمون بتقتل لونا انتقام لاصحابها، وفي نفس الوقت بيكون الشيطان قدر يهزم الملكة وبيفكرها ان هي سابت بنتها تموت بسبب غرورها. وهنا بنلاقي ان كيدن قدر يوصل لمكان دافيون، وسلايراك بيقول له تعالى هنا احنا معركتنا ما خلصتش وانا لازم اقتلك، بس كيدن بيقول له ان الحرب بينهم انتهت وان هو هنا علشان دافيون، وبيرمي تعويذة وبيرجع دافيون لطبيعته بس بيكون فاقد للوعي. ساعتها كيدن بياخده وبينسحب من المكان، وبنروح نشوف الملكة اللي بتكون خلاص على مشارف الموت، وبيظهر لها الساحر وبيسألها انت بتحبيني، وشكله كده بيفكر ينقذها. بنروح وبنشوف كيدن وهو في طريقه لحصن التنين، وبنشوف سيليميني وهي محبوسة في البرج بتاع الساحر بعد ما فقدت جزء كبير من قوتها، والساحر بيقول لها ان هي بقت ضعيفة وهشة جدا، وهي بتقول له انا متأكدة ان انت ذكي جدا عشان انا متأكدة ان انت عملت صفقة مع الشيطان علشان تقدر تهزمني، لكن صعب انك توفي بشروط الصفقة دي، وبتعرض عليه صفقة تانية وان هو يرجع لها قوتها بمقابل ان هي تخلصه من الشيطان، بس هو بيرفض وشكله كده عارف خلاص طريقه وعارف هو هيعمل ايه. وبنروح لميرانا ولونا ومعاهم المجموعة الصغيرة من الجيش، وبصراحة كده مش عارف ازاي لونا عايشة مع انها ظهر انها ماتت في الجزء اللي فات. المهم يعني بيظهر انهم متحاصرين من اهل الغابة اللي زي ما احنا عارفين هم العفاريت، وبيكونوا قادرين ينجوا من المعارك بالعافية لحد ما بيوصلوا لموقع امن وبيقرروا ان هم يستريحوا فيه علشان لونا جرحها بدأ يتفتح. وبنروح لحصن التنين وبنشوف دافيون وهو مربوط في زنزانة، وبيعرف من كيدن ان هو طول الطريق في حالة من الغضب وما كانش في وعيه، وبيدخل الاب وكيدن بيقول ان هو هيسيب له موضوع علاج دافيون، وبنشوف دافيون وهو في الاول مبسوط عشان عارف ان الاب هو اللي هيساعده، بس بيخاف لما بيشوف الادوات بتاعته. وبنشوف الاب وهو بياخد عينات من لحم ودم دافيون وكان بيتألم جدا، وبيدخل كيدن وبيقول للاب ان هو قال له ان الموضوع مش هيكون مؤذي لدافيون، وكيدن بيقول له انا جربت اللي انت بتعمله ده قبل كده ومنفعش، وان هو خان ثقة دافيون مرة ومش هيعمل كده تاني. وبيبدأ دافيون يقول لكيدن على اللي عرفه من الساحر، بس كيدن بيقول له لما تخلص اللي انت فيه تعالى قابلني في قاعة الاكل.
وبنروح لميرانا وجيشها وبيكونوا لسه مخيمين في مكانهم، وبتتكلم مع لونا، وبنعرف ان لونا بدأت تفقد ايمانها بسليميني، بس ميرانا بتقول لها ان هي كانت موجودة طول الوقت. وبنرجع تاني للحصن وفجأة بتظهر فيرمين قدام دافيون، وبتحاول ان هي تكسر الحاجات المربوطة فيه، لكن بتفشل في الموضوع ده وبتسيبه وبتروح تشوف طريقة تساعده بيها. وبنشوف الأب وهو مع دافيون وبيحكي له إن في عشيرة من البشر اسمها عشيرة التنين، ومنهم ريلاي، والعشيرة دي فيها صفات إسراج تنين الماء، واختها لينا دي وفيها صفات تنين الرماد. وبيقول له إن التنين اللي جواه ممكن يكون من عشيرة دافيون، وممكن يكون مصيرهم مرتبط للأبد. وبعدها الأب بيستدعي كيدن علشان يتكلم معاه، وبيقول له إن الدم بتاع دافيون سلاح قوي جدا، ولو تم حقنه لكل الفرسان هيبقى عندهم قوة مش عند أي حد. وبيقول إن دافيون كده بيمثل مصدر غير محدود للطاقة، وكيدن بيخرج من عنده منهار من اللي هو سمعه، وبيكون مصدوم ومش عارف يعمل إيه. وبنعرف إن ده مش كيدن، وإن هو فيرمين بس متنكرة، وبتروح علشان تحرر دافيون قبل ما الأب يعمل فيه حاجة. في الوقت ده الأب بيكون بيجرب دم دافيون على نفسه، وبيكتسب قوة كبيرة جدا بس مش بتدوم فترة طويلة. وقبل ما يروح علشان ياخد منه دم تاني كان شيطان نصل الرعب بيتحكم فيه، وبيحصل هجوم على القلعة من التنانين اللي بيتحكم فيهم الشيطان. وبعد ما فيرمين بتحرر دافيون بنشوف ان الشيطان بيهجم عليها بس بيكون في هيئة الأب، وبيطلب منه ان هو يسلمه التنين سلايراك وهيوقف الهجوم على الحصن. ساعتها فيرمين بتاخد دافيون وبتهرب، والتنين بيجري وراهم، وبنشوف دافيون رايح لأوضة الأسلحة. في الوقت ده بيكون كيدن وبرام وباقي الفرسان محبوسين في قاعة الأكل وبيحاربوا التنين اللي هناك، وللأسف بيموت كل الفرسان ومش بيهرب منهم غير كيدن وبرام. وكيدن بيقول لبرام ان هو بقى فارس سحر ولازم يحارب هو كمان. في الوقت ده بتكون ميرانا والجيش وصلوا الحصن وبيطلبوا منهم المساعدة والعلاج، وهم بيرحبوا بيهم وفعلا لونا بتتعالج. وبعدها القائد بيطلب ان هو يقابل ميرانا، وده بيطلع فخ. وبنعرف ان عم ميرانا حاطط جايزة كبيرة على راسها، وبنشوف ان باقي الجيش بتاعها بيكون نام بسبب ان كان فيه منوم في الاكل. وبنرجع تاني لدافيون وبنشوف ان كيدن قدر يوصله، وبقوا كلهم مع بعض في نفس الأوضة، ودافيون وكيدن بيخلصوا على التنانين اللي موجودة. وهنا الشيطان بيظهر لهم وبيحاول يسيطر عليهم بس مش بينجح في خطته. وفيرمين بتاخد الشيطان وبتنتقل بيه في الهواء بس مش بتقدر تنجح ان هي تهرب، بس بنشوف ان دافيون اتحول وبيقدر ينقذها. وهنا الأب بيموت، وبعدها التنانين كلها بتتجمع عليهم، بس بتظهر ريلاي ومعاها التنين بتاعها وبتاخدهم كلهم وبتهرب على الكهف بتاعها. في الوقت ده بتكون المرتزقة شحنت ميرانا ولونا على المملكة لأن لونا عليها جايزة هي كمان. وبعدها بنروح لاجتماع التنانين، وبيكون في واحدة من ال7 تنانين خانتهم وبتقتلهم كلهم، وبتروح للساحر وبتسلم له أرواحهم. وبنعرف إن هي متعاونة معاه وهدفها إنها تخلق الفوضى. في الوقت ده الأميرة بتكون وصلت القصر وبتقابل عمها هناك، وبنعرف إن عمها عمل انقلاب على أخوه اللي هو أبوها، وهي هربت من المملكة وهي صغيرة، وعمها محتاجها دلوقتي علشان يعلن شرعيته قدام الشعب. في الوقت ده بتكون لونا في السجن وبتخطط للهروب مع مجموعة من معارفها القدام. وبنروح للكهف وبنشوف التنينة بتساعد برام وبياخد منها خاتم عشان يساعده في القتال. ودافيون بيحاول يتواصل مع سلايراك وبيعرف منه إن قدرهم مربوط ببعض، وإن الحاجة اللي هو محتاج يعرفها موجودة في مملكة الشمس. وهنا ريلاي بتقول إن مملكة الشمس هي مملكتها القديمة وهي نفسها مملكة ميرانا، وبيقرر دافيون إن هو يروح هو وبرام لهناك. في الوقت ده بتكون فيرمين رجعت لشعبها تاني، وريلاي بتقول لدافيون لما يوصل للبلد يقابل اختها وهي هتساعده في كل حاجة هو محتاجها. وبعدها دافيون وبرام وإسراج بيروحوا المملكة. في الوقت ده بتكون ميرانا وافقت على طلبات عمها في مقابل ان هي تقود الجيش بتاعها. ولما بيوصل دافيون المملكة إسراج بتتحول لإنسانة وبتدلهم على بيت ريلاي ولينا، واول ما بيقابلوا لينا بيطلبوا منها المساعدة وبتقول لهم ان هي هتساعدهم وهترتب لهم ميعاد مع الملك اللي هو نفسه عم ميرانا. في الوقت ده لونا بتكون قدرت ان هي تهرب من السجن وبيحصل انذار في كل المدينة، ولينا بتحاول تسيطر على الوضع. ودافيون بيشوف لونا وبيعرف منها ان هي رايحة عشان تنقذ ميرانا، وساعتها بيقرر ان هو يروح معاها. ولما بيوصلوا لميرانا بيتصدموا علشان ميرانا بتقول للونا ان هي هتفضل هنا وان هي مش هتمشي معاها، بس للاسف بتحصل حاجة بتصدمهم كلهم وسهم بيخترق جسم ميرانا، وساعتها بتقع على الارض ومحدش بيكون عارف السهم ده جه منين. ولونا بتحاول تهرب ودافيون بيترمي على الارض وبيقعد يصرخ جنب ميرانا، وساعتها الحراس بيوصلوا وبيقبضوا على دافيون. وبعدها بتوصل لينا وبتقول للحراس ان دافيون ملوش دعوة باللي بيحصل. في الوقت ده كانت ميرانا في غيبوبة بين الحياة والموت،
وبتفتكر حياتها في القصر وهي صغيرة. وبنروح وبنشوف نائب الامبراطور وهو بيبلغ الامبراطور باللي حصل، والامبراطور بيقول ان لازم حد يشيل موضوع موت ميرانا، وبيقول له يعلن ان لونا هي اللي قتلتها. في الوقت ده لونا كانت بتدور على المرتزقة اللي قتله ميرانا، وبتروح للمكان اللي المفروض بيتجمعوا فيه، وهناك بتشوف نفس الشخص اللي كان موجود في الحصن. ساعتها بتخطفه وبتاخده تعذبه، وبتعرف منه ان اللي ورا محاولة قتل ميرانا هم نفس المرتزقة اللي سلموها للقصر، وعلشان تسيبه في حاله بيتفق معاها ان هو هيوصلها ليها. وفعلا بيروح وبيقابلها، وطبعا لونا بتكون مراقبة اللي بيحصل. واول ما بتظهر لونا المرتزقة دي بتنط عليها وبتكون اقوى منها، وبتقدر ان هي تثبتها في الارض. في الوقت ده العقيد بيكون بيجري ورا الشخص الملثم اللي كان واقف مع المرتزقة. في نفس الوقت كان دافيون بيقابل الامبراطور وبيطلب منه العين المقدسة، بس الامبراطور بيستهزأ بيه وبيرفض طلبه. ساعتها دافيون بيتعصب جدا من غباء الامبراطور وبيتحول وبيقتله. في الوقت ده بتقوم معركة بين جنود الامبراطور ودافيون، وبنشوف ان الشخص اللي بيجري ورا العقيد اصلا هي لينا، وهي اللي امرت بقتل ميرانا، وبتهجم على العقيد بقوتها النارية وبعدها بتهرب. وبنشوف ان الهجوم بتاعها بيصيب العقيد ولونا، ولما لونا بتفوق بتلاقي مارسي في وشها، وبنعرف ان هي هربت ورجعت. في الوقت ده دافيون وسلايراك بيكونوا طايحين في الكل، وبتوصل لينا وبتهجم عليه، وسلايراك مش بيقدر يقف قصادها، وبعدها بيرجع دافيون لطبيعته. وتاني يوم لما دافيون بيفوق بيعرف من لينا ان كاشورا نائب الامبراطور قال للناس ان في وحش هو اللي قتل الامبراطور، وبتقول لهم ان دافيون كان بيحاول يدافع عن الامبراطور. وكده دافيون خرج من الموضوع خالص، وبعدها بيقترح على لينا وبيقول لها ان هي احسن شخص ياخد الحكم في الوقت الحالي، خصوصا في وقت صراع السلطة اللي موجود. وبنروح لميرانا اللي بتكون فاقت ورجعت تاني للحياة، وكاشورا بيقول ان مش لازم حد يعرف نهائي ان هي فاقت لحد يوم تولي السلطة. وفي يوم تحديد القرار بتكون قائدة الجيش بتطلب من المجلس الاعلى ان السلطة تنتقل ليها لانها الوحيدة المؤهلة لده. ولينا بتقول لهم ان هي من الشعب، والشعب ما فيش احسن منه عشان يحافظ على العرش. بس هنا كاشورا بيظهر وبيقول لهم لا انت ولا هي، ميرانا لسه عايشة وهي اللي هتاخد الحكم. ساعتها لينا بتعترض وبتقول ان ميرانا لو وصلت للحكم هتستخدم الجيش علشان تحرر الغابة الفضية وهتدخلهم في حرب مش بتاعتهم، وبتطلب ان يحصل تصويت. وبعدها بنروح للتتويج، وبنعرف ان لينا هي اللي بقت الامبراطورة. وبنشوف لينا وهي بتتكلم مع ميرانا وبتقول لها ان هي ما كانتش تعرف ان هي شخص صالح، وكانت مفكراها زي عمها. بس ميرانا بتقول لها ان ممكن يكون بالنسبه لك مجرد عرش، بس بالنسبه لي ده المكان اللي ابويا مات علشانه. وبعدها بتسيبها وبتمشي، وهي في طريقها بتقابل دافيون وبتقول له خليك مع لينا واشبعوا انتوا الاتنين ببعض. وبعدها مارسي بتقابل ميرانا وبتاخدها عشان توديها للونا، وبتعرف منها ان لينا هي اللي كانت ورا محاوله قتلها، وبتطلب منها ان هم يرجعوا لارض المعركه. في الوقت ده ميرانا بتطلب من برام ان هو يروح ويبلغ دافيون ان لينا هي اللي كانت عايزه تقتلها. في نفس الوقت دافيون بيكون واقف قدام العين المقدسه، ولما بيقرب منها بيكتشف ان هي مزيفه، وطبعا بيتضايق وبيقول ان كده النهايه لانه مش هيقدر يحارب الشيطان من غيرها. وهنا لينا بتنهار وبتعترف لدافيون ان هي اللي حاولت تقتل ميرانا، وبتقول له ان هي ما كانتش عايزه تكذب عليه. ساعتها دافيون بيسيبها وبيمشي وهو مصدوم، ولما بيدخل لاوضه ميرانا بيلاقي برام، وبرام بيقول له انا عندي ليك اخبار وحشه. ودافيون بيقول له اوحش من ان لينا هي اللي حاولت تقتل ميرانا ولا ايه؟ بس برام بيقول له لا يا معلم، هي دي الاخبار بالظبط. وميران بتقول لهم سيبونا لوحدنا شويه. وبعد شويه رومانسيه دافيون بيقول لها ان العين مزيفه، وبعد شويه تحقيق بيعرفوا ان الوحيد اللي ممكن يستفيد من العين هو كاشورا. وبعدها بنروح للساحر، وبتكون فيرمين وصلت عنده وبيعرفها القصة من الأول، وإن بعد موت ميني على إيد سليميني اتولدت ميني تاني بس كانت في جسم فيرمين، وبيطلب منها إن هي تقتل سليميني، بس فيرمين بدل ما تقتلها بترجع لها قوتها من تاني. والساحر بيقول لها إيه اللي أنت عملتيه ده؟ اللي أنت عملتيه ده بداية النهاية. بس هي ما بيكونش فارق معاها أي حاجة. في الوقت ده بيكون كاشورا بيهاجم لينا، وبتظهر قوته الحقيقية وبيقتلها بكل سهولة، وبنشوف إن قوته في مستوى تاني ومرعبة جدا. في نفس الوقت كان دافيون وصل للمكان اللي المفروض العين المقدسة موجودة فيه، بس كاشورا بيظهر وبيقول لهم إن خلاص الطريق بقى فاضي علشان ميرانا تاخد الحكم، وبيتحول لتنين وبيهجم على دافيون. وبنعرف إن هدفه الأول إن هو يحمي ميرانا، وإن العين ما كانتش مزيفة بس الوحيدة اللي تقدر تتحكم فيها هي ميرانا. ساعتها إزاراك بتهرب ميرانا وبرام ومارسي،
وبعد ما برام بيوصل لبر الأمان بيرجع تاني علشان يساعد إزاراك، بس للأسف بتكون ماتت. ساعتها بيستدعي كيدن، وفي نفس الوقت كان دافيون في الفراغ مع سلايراك وبيعمل معاه اتفاق ان هو ينقذ ميرانا مقابل ان هو ياخد جسمه. وبعدها سلايراك بيرجع وبيتعاون هو وكيدن وبرام علشان يقتلوا كاشورا، بس للأسف ما بيقدروش يقفوا قصاده وكاشورا بيمسح بوشهم كلهم الأرض. وبيدخل لميرانا وبيشرح لها ان هو كان تايه في الحياة لحد ما لقى الغاية بتاعته، وهي حماية الأولدرام اللي قوتها بتتمثل في ميرانا. وفي وسط الكلام مارسي بتهجم عليه بس بيقدر يقتلها قدام ميرانا، وهنا ميرانا بتظهر قوتها الحقيقية وبتقدر ان هي تقتل كاشورا، وبتاخد جثة مارسي وبتخرج بيها. وسلايراك اول ما بيشوفها بيركع لها وانا مش عارف ايه السبب بصراحة، وبيقول لها ان هو هيمشي ويسيب جسم دافيون، وبرضه محدش بيفسر ليه. وبعدها بيرجع دافيون لطبيعته من تاني، وبنشوف سلايراك وهو في ارض شيطان نسل الرعب وراح علشان يخلص عليه. بس الشيطان بيكون محضر الجيش، وبيكون فيه 2 من تنانين أولدرام وجيش من العفاريت والبشر، وبيقدر ان هو يقتل سلايراك. وبعدها بنروح لدافيون وبرام بعد 3 شهور، وبنعرف ان دافيون وبرام رجعوا تاني لشغلهم في اصطياد التنانين. بس في خلال ال3 شهور دول دافيون ما كانش مستريح علشان ما فيش اي اشارة وصلت له من سلايراك، ده غير اسلوب التنانين اللي بقى غريب. وبنروح لميرانا وبنعرف ان هي بقت الامبراطورة بشكل رسمي، وفي خلال ال3 شهور دول الدنيا كلها بقت هادية لحد ما بيجي لها خبر ان لونا عايزة تقابلها. وطبعا اول ما لونا دخلت المملكة اخدوها على السجن، ولما ميرانا بتروح لها بتعرف منها ان هي سابت سليميني وان هي وجيشها تحت امر ميرانا، وفعلا ميرانا بتعينها قائدة للجيش. وبعدها دافيون بيوصل علشان يبلغها بموت سلايراك وان هو اتهزم قدام الشيطان، وكيدن بيكون معاها علشان يلاقوا حل علشان يخلصوا على الشيطان. في الوقت ده بنعرف ان السلوك بتاع التنانين ما كانش عشوائي، وان هم كلهم كانوا بيتحركوا ناحية البرج بتاع الساحر، وان هم كانوا تحت سيطرة الشيطان وكان عندهم اوامر ان هم يخلصوا على الساحر ده. وبعدها الشيطان بيوصل لبرج الساحر وبيطلب منه ان هو يسلمه ارواح التنانين ال5 مقابل ان هو يرجع له فلومينا بنته. بس طبعا الكلام ده في العالم الجديد، لكن الساحر بيكون عنده عرض احسن وبيستخدم قوة ال5 تنانين وبيخلص من الشيطان بشكل مؤقت. وبيروح لميرانا هو كمان علشان يعرض عليها ان هم يساعدوه علشان يقدروا يخلصوا على الشيطان نهائي. والخطة انهم كلهم هينتقلوا لفاولفيل، وهناك هيقدروا يساعدوه ان هم يخلصوا من الشيطان بشكل نهائي. وفعلا بيتحركوا على هناك، بس قبل ما يروحوا هناك دافيون بياخد من الساحر قوة 3 تنانين. في نفس الوقت ده فيرمين بتكون راحت لسليميني كمبادرة منها يعني على السلام، بس فيرمين بتكتشف ان ديل الكلب عمره ما هيتعدل. ساعتها بتاخد قوة سليميني منها وبعدها بتخلص عليها وبتتحول لميني وبترجع ميني تاني، وبتبدأ عهد جديد وفيه كل العفاريت هيكونوا مع بعض، سواء اللي هيكون تحت حكمها او اللي هيكون براه. وبعدها بنروح لفاولفيل وهناك بنشوف مجموعة الشيطان بيلعب في دماغها وبيحطها في وهم علشان يعرف يدخل جوه دماغهم لحد ما ميني بتوصل وبتحررهم. وهنا بتبدأ المعركة ودافيون بيتحول لمخلوق مرعب جدا وبيقدر ان هو يهزم الشيطان. بس لو انت مفكر ان الحكاية خلصت لحد هنا فلسه بدري. وبنشوف ان الساحر بيخدعهم وبيقول لهم انا اسف بس لازم نبدأ كلنا في عالم جديد وانا اوعدكم ان هو هيكون احسن. وبنروح وبنشوف العالم الجديد اللي الساحر بيتكلم عليه، وبتكون ميرانا فيه الامبراطورة بعد ما ابوها تعب وقرر ان هو يتنحى عن الحكم. وبتعرف ميرانا ان في حجر غريب بيحول الناس لزومبي، وبتروح للمكان اللي الحجر ده موجود فيه علشان تعرف سبب تحول الناس. وهناك بنفتكر كل حاجة حصلت في العالم اللي فات. في نفس الوقت بتكون فيلومينا في العشرينات وبنعرف ان هي برضه لقت الحجر وكانت بتعمل تجارب وبتشوف تأثير الحجر ده على الحيوانات، بس ابوها بيحذرها ان هي تكمل التجارب دي وبيقول لها ان الحاجات اللي هم ما يعرفوهاش ساعات من الاحسن ان هم يفضلوا ما يعرفوهاش للابد. وفي العالم ده بتكون فيرمين هي الملكة بتاعت غابة الفضة، وبنشوف ان فيرمين كمان بترجع لها ذكريات عن العالم اللي فات، بس على عكس ميرانا مش بتفهم اي حاجة من اللي هي شافته وبتكون بتعاني جدا. وبنرجع تاني لميرانا اللي بتقرر ان هي تسيب كل حاجة وتروح تدور على دافيون علشان تاخده وتروح تدور على سلايراك قبل ما الشيطان يقدر يوصل له. وبنعرف ان اليوم ده هو نفس اليوم اللي كانت ميرانا قابلت فيه دافيون اول مرة، ولما ميرانا بتروح علشان تتكلم معاه طبعا ما بيكونش عارفها وبتطلب منه ان هو يساعدها في اصطياد سلايراك. وبرضه زي ما حصل في العالم اللي فات بيكونوا اكتشفوا مكانه ودافيون رافض ان هو يروح يصطاده، وبعدها هي بتقنعه وبتروح معاه. بس طول الوقت دافيون بيكون حاسس ان هو يعرفها قبل كده لحد ما فيه هجوم بيحصل عليهم، وهنا ميرانا بتقوله ان هي تعرف عنه كل حاجة، بس دافيون بيقول لها ان هو مش هيساعدها غير لما تقوله الحقيقة، بس هي بترفض في الوقت الحالي. وهنا دافيون بيسيبها وبيمشي. في الوقت ده بتكون فيلومينا راحت لميني وبتشوف ان هي في حالة غريبة وده بيزرع جواها الشك اكتر.
وبترجع للبيت، وهناك بتستخدم البير السحري علشان تشوف مكان والدها، وبتشوف ان هو على القمر وبيتكلم مع كيان غريب، وبيكون الكيان ده بيستخدم نفس الاحجار اللي هي وصلت لها. ولما الساحر بيحاول يسيطر على الكيان ده بيتحرر وبيكون على وشك ان هو يقتله. ساعتها فلومينا بتنقل نفسها مكانه، ولما بتسأل الكائن ده انت مين بيقول لها ان العقل المنقسم عن ذاته. طبعا لنا ولا انت فاهمين الكلمتين دول. المهم فلومينا بترجع تاني بأعجوبة، والساحر بيكون بين الحياة والموت، وبيقول لفلومينا ان دمار القمر محتوم، وبيقول لها انا اسف ان انا خذلتك مرة تانية. وبنرجع لميرانا ودافيون، وبنشوف ان هي قررت ان هي تروح لسلايراك لوحدها، وهناك بتقابل كيدن وبتعرف ان هو رايح علشان يقتل سلايراك، وبتحاول ان هي توقفه، بس طبعا هو برضه ما بيكونش عارف هي مين، وبيقول لها مفيش وقت للجدال. وميرانا بتقول له انا مش هنا للجدال اصلا، وبتسحب السهم بتاعها وبتبدا بينهم معركه. وبنروح لدافيون اللي قرر ان هو يرجع للبركان علشان يفهم ايه اللي بيحصل، وبنشوف ان ميرانا وكيدن معركتهم حاميه جدا، وميرانا بتهرب من كيدن لبطن البركان. وبنروح لفلومينا وبنشوف ان هي بتدور على اصل الحاجات اللي هي شافتها علشان تقدر تساعد والدها اللي كان في الوقت ده غايب عن الوعي. بس بعد بحث طويل للأسف مش بتلاقي أي حاجة عن الكيانات دي في الكتب أو الأبحاث، وبتقرر إن هي تدخل جوه عقل والدها علشان تفهم إيه اللي بيحصل. بس لما بتحاول تدخل جوه عقله بتلاقي إن في حماية قوية جدا عليه، وفي حماية على كل الذكريات والأفكار علشان محدش يقدر يشوفها. وبنروح وبنلاقي إن دافيون قدر يوصل لقمة البركان، وبيلاقي مارسي واقفة هناك علشان تمنعه من الدخول، وبتضربه حرفيا بتهينه يا جماعة. وبيحاول يقنعها إن هو داخل علشان يتكلم مع ميرانا بس ويفهم منها اللي حصل. وبعد شوية كلام منه مارسي بتقتنع وبتاخده جوه الكهف. وأول ما دافيون بيدخل بيكسر الحجارة علشان يحبسها بره، وبيقول لها أنا داخل أتكلم بس والله، لكن خايف عليكي من اللي ممكن يحصل لك جوه. وبنسيب ده شوية وبنروح لفيلومينا اللي كانت في اجتماع مع مجلس الغابة الفضية، وبيطلبوا منها إن هي تساعدهم هي ووالدها في حربهم ضد مملكة الشمس. بس فيلومينا بترفض وبتقول إن العنف مش حل، وبتروح علشان تتكلم مع ميني أو فيرمين. ولما بتشوف فيرمين بتقول لها إن الهجمات اللي بتحصل على الغابة الفضية مش من مملكة الشمس، وإن هي من جوه القمر نفسه، وإن هي شافت الكيانات اللي بيعملوا كده، وبتقول إن قوتهم أكبر من والدها ومن فيرمين نفسها، حتى أقوى من قوة مملكة الشمس المطلقة. وبتسأل فيرمين إذا كانت لسه بتشوف الأشباح، وهي بتقول لها انها بتشوفها على طول. وفلومينا بتقول لها ان مفيش مجال للصدف، وان اللي بتشوفه ده اكيد ذكريات لشخص ليه صلة بكل ده. وبتطلب من فيرمين ان هي تعرف اصل الذكريات دي، لان ده هو اللي هيحل كل الالغاز. في الوقت ده بتكون ميرانا صحت سلايراك، وبيقوم وبيكون في حالة هيجان. وكيدن اول ما بيشوفه بيشد سيفه وبيهجم عليه لحد ما بيوقعه على الارض وكان خلاص هيقتله، بس ميرانا بتضربه بسهم في صدره. وبنروح لفلومينا اللي دخلت جوه عقل فيرمين علشان تفهم الموضوع، وبتلاقي نفسها في اليوم اللي فيرمين كانت رايحة فيه أول مرة للساحر. وبعد ما بتمر بذكريات كتيرة بتوصل ليوم المعركة الأخيرة اللي كانت بينهم وبين الشيطان، وبتعرف إن هي في عالم موازي، وإن هي في العالم ده ميتة، وكل اللي حصل ده كان بسببها. ولما بترجع تاني فيرمين بتكون افتكرت هي كمان كل حاجة، وبتقول لها أنا الوقت عرفت أنا مين، وبتطلب منها إن هي توديها للساحر. على الجنب التاني في الكهف دافيون بيلاقي كيدن تحت الحجارة بين الحياة والموت، وكيدن بيطلب منه إن هو يروح يحذر الحصن، وبيديله سيفه وبيقول له كمل الطريق أنت. وهنا بيموت كيدن، وبنشوف إن سلايراك هو كمان كان بيموت في قلب الحمم. وميرانا بتعرف منه إن هو فاكر العالم التاني. في الوقت ده دافيون بيحس بصاعقة بتضربه، وبيجري على المكان اللي ميرانا فيه وبيحاول يقتلها، بس ميرانا بتقوله ان هي مش هتقتله وان هي مش ممكن تأذيه ابدا. وهو بيقول لها بس انتي اذيتيني فعلا، وبيهجم عليها. بس هنا مارسي بتظهر وبتطير السيف من ايده وبتقدر تكتفه. وبعدها ميرانا بتقوله ان هي كان عندها امل ان هو يفهمها، بس انت مش دافيون اللي انا حبيته او عرفته. وبتقوله يا ريت ما تجيش ورانا وما توريناش وشك تاني. وبتمشي وبتسيب البركان هي ومارسي، ودافيون بيفضل هناك. وبنروح وبنشوف فيرمين بعد ما بتستخدم سحرها وبتصحي الساحر، وبتقول له ان هي افتكرت كل حاجه، وان هي مش هنا علشان تحكم عليه. وهو بيقول لها ان هو مش ندمان على اي حاجه عملها، بس هي بتقول له قول لفلومينا كل حاجه وشيل الحمل من على كتفك. وبعدها بتمشي. في الوقت ده فلومينا كانت بتدور على الكتاب اللي شافته في البرج في ذكريات فيرمين. وبنرجع تاني لميرانا وهي بتقول لمارسي ان هي مش عارفه اذا كانت اللي هي بتعمله ده صح ولا غلط. وهنا بتظهر لونا من وراها وبتقول لها ان الحرب بدأت وان المملكة محتاجاها، وبتقول لها ان المجلس عين عمها امبراطور، وان مرض والدها اتكشف، وكمان العفاريت بيهجموا عليهم من على الحدود. في الوقت ده كانت كل القوات بتحارب تحت قيادة لينا، وبنعرف ان قوات العفاريت انسحبت، ووصلت رسالة لينا بالتفاوض مع قائد جيش العفاريت.
وبنروح لميرانا اللي بتكون وصلت القصر وبتتكلم مع عمها والمجلس، وان الحرب والخطر مش من العفاريت، الحرب اكبر من كده بكتير، وعلشان كده العفاريت طلبوا التفاوض. بس عمها طبعا مش مصدق اي حاجه من اللي هي بتقولها، وبيقول لها مش انت اللي هتعرفين الصح من الغلط. وبنروح لدافيون اللي بيكون في قرية من القرى ومعاه برام، وكمان معاه مجموعة من فرسان التنانين علشان عايزين يدوروا على باقي تنانين الأولدرام. بس فجأة بيقع على القرية نيازك من كل اتجاه وبتدمر القرية بالكامل، ودافيون وبرام بيتصدموا لما بيلاقوا ان كل اهل القرية اتحولوا لزومبي. وهنا دافيون بيمسك السيف وبيبدأ يقتل فيهم، بس واحد من الفرسان بيتحول وبيطعن دافيون في صدره. في الوقت ده ميرانا بتعرف ان عمها نقل ابوها بعيد عن القصر، وبتروح علشان تطمن عليه، وبتتكلم معاه شويه وبتحكي له عن اللي هي بتمر بيه، وهو بيخفف عنها. وبنروح لفلومينا وهي قاعده بتتامل في النجوم، وبيجي والدها وهي بتقول له ان هي بتفكر في امها، ووالدها بيقول لها ان هي لازم تعرف الحقيقه، وهي بتقول له ان هي شافت الذكريات وعرفت كل حاجه، وبتكون مرعوبه ومصدومه ان كل ده حصل بسببها، وحزينه على كميه الارواح اللي ماتت وكمية الأكوان اللي والدها عملها علشان ينقذها. وهو بيقول لها إن الموضوع أكبر من كده، وإن ده مش الكون الأول اللي هو يعمله ولا التاني ولا حتى التالت، ده الكون رقم 12000، وإن هو حاول كل ده علشان يقدر يخلق كون مستقر والعياذ بالله. طبعا احنا ملناش دعوة بكلام الملحدين ده ومفيش خالق غير الله. المهم هي بتقول له ان حتى المحاولة دي هتفشل والكون هيتدمر، بس هو بيقول لها ان على الاقل البرج بتاعها هيكون في امان، وهي بتقول له ان ده مش بيخلي الموضوع احسن وبتسيبه وبتمشي. وبنروح لدافيون اللي بيفوق بعد ما اتطعن في صدره، وبيلاقي نفسه في العالم بتاع سلايراك، وبيقول له ان مع كل موت للوعاء بتتولد حياة جديدة، وبيفكروا بكل اللي حصل. وبنعرف ان دافيون هو وعاء الروح المتوهجة، والجزء التاني هو وعاء العين اللي هي ميرانا، وان الاتنين دول بيكملوا بعض. ودافيون بيقول لسلايراك ان هو لازم يروح ويشوف ميرانا، بس هو بيقول له ان خلاص كلنا هنموت علشان نتولد من جديد. وهنا بيختفي سلايراك ودافيون. في الوقت ده بيكون برام ماسك السيف وبيقتل في الزومبي، ودافيون مرمي جنبه، وفجأة بيقوم وهو في الهيئة بتاعة الروح المتوهجة، وبيقدر ينقذ برام. وبرام بيكون خايف منه وبيقول له ابعد عني يا عم، انت مين وعملت ايه في دافيون؟ بس دافيون بيقول له ما تخافش. في الوقت ده بتكون ميرانا في الأوضة مع والدها، وبتيجي لونا وبتقول لها ان عمها اعلن قدام المجلس ان هي اتجننت، وان هي هتبقى تحت الاقامه الجبريه في اوضتها. وهنا ميرانا بتكسب لونا والجيش في صفها، وبتدخل على عمها والمجلس الاعلى وبتعمل انقلاب وبترجع الحكم ليها. في الوقت ده دافيون بيكون في طريقه لميرانا، وطول الطريق لهناك كان فيه خيالات بتجيله بس ما بيكونش فاهم حاجه. وعلى الجنب التاني فلومينا كانت بتحاول تتدرب على استخدام قوه الاولدرام، وبتوصل لنتيجه مهمه، وان بجزء من قوه الاولدرام ممكن تسيطر على الانفجار اللي هيحصل في القمر اللي بسببه ممكن الارض تتدمر. وعلى الهامش كان والد ميرانا مات، وفي مراسم الموت ميرانا بتتوج كإمبراطورة بشكل رسمي. في الوقت ده دافيون بيوصل وبيقابل ميرانا، وبيقول لها ان هو افتكر كل حاجة، بس بالنسبة له دي كانت حياة دافيون التاني مش هو، وان هي لازم تقبل الوضع بتاعه في الحياة دي. وهي بتقول له ما تقلقش، انا اتعلمت ان انا اقبل كل حاجة، وحاليا انا بحاول اسيطر على الوضع. ودافيون بيقول لها طب انت عارفة اللي بيحصل للقمر واللي هيحصل للعالم بسببه؟ وهي بتقول له ان هي مش فارق معاها اللي هيحصل، لانه حصل قبل كده والعالم هينجو بطريقة او باخرى. وهو بيقول لها ان العالم كله هيتدمر كمان شهور، وان المرة دي مفيش نجاة. وبيقول لها ان هو عنده حل بس مش هيعجبها. وبنروح لفلومينا وهي بتتناقش مع والدها، وبتقول له ان في حل تاني غير ان هم يقتلوا القدماء او يعملوا عالم جديد، وان هم بدل ما يقتلوا التنانين ممكن يستخدموا قوتها في تعزيز الكيان المحتجز ويعالجوا انهيار القمر. بس الساحر بيقول لها ان السحر ده مش مجاني، وانه ببساطة ممكن يقتلها، بس هي بتقول له ان هي ما عندهاش مشكلة ان هي تموت، المهم العالم ينجو. بس هو بيقول لها ان الحل بتاعها هيخلي التنانين تصور في الارض وبرضه هتدمرها، وبيقول لها ان هي ببساطة كده هتبدل الرعب برعب تاني. وبعدها الساحر بيروح لفيرمين وبتقول له ان هي اعترفت لفلومينا، وهو بيقول لها ان هي كانت عارفة اصلا. وبيقول لها ان فلومينا على قد ما هي ذكية على قد ما هي رايحة ناحية الدمار، لكن شكلها كده مش مدركة. وبنعرف من ميرانا ان الحل بتاع دافيون ان هم يروحوا ويطلبوا المساعدة من الساحر، لانه رغم ان هو السبب في اللي هم فيه الا ان هو الوحيد اللي ممكن يكون عنده حل. المهم كلهم بيتجمعوا وبيروحوا للبرج بتاع الساحر، واول ما بيدخلوا البرج مارسي بتقول لهم ايه اللي جابكم هنا من غير دعوة. ودافيون بيعرف ان هي البنت اللي كانت بتظهر في خياله، وفلومينا على طول بتعرف هم مين، وبتقول لهم لو جايين علشان عايزين والدي يساعدكم يبقى انتوا جيتوا للشخص الغلط.
وبتعرض عليهم ان هم يتعاونوا معاها علشان يلاقوا حل. في الوقت ده الساحر كان في طريقه للقمر وبيوصل هناك، واللي فهمته من اللي حصل ده ان هو كان رايح يدمر الكيان. بس يا عزيزي المشاهد اللي هيحصل دلوقتي لنا ولا انت ولا المخرج حتى فاهمينه. المهم بنرجع لفلومينا وهي بتكلم ميرانا وبتقول لها ان هي وصلت لطريقه ان هي تعكس استخدام المصهر وممكن تخليه يعيد بناء الكون، وان هي هتستخدم قوته في اصلاح الشروخ اللي في القمر. وميرانا بتقول لها ان هي شافت نفس الكيان في فاولفيل لما كانوا بيحاربوا الشيطان، وفي نص ما هم بيحاولوا يلاقوا حل الساحر بيدخل عليهم وبيقول لهم ان هو خلاص دمر حارس سجن القدماء وان دمار القمر بقى محتوم. يا جدع والله العظيم انت خنزير. وهم كل ده جايين له علشان يلاقوا عنده الحل، بس طبعا كلهم بيتضايقوا منه. وميرانا بتحاول تهاجمه بس الساحر بينقلها للفضاء الخارجي وبيطلق وحوشه عليهم وبينتقل للفضاء علشان يتكلم مع ميرانا وبيقول لها ان هو متفهم غضبها، لكن اللي بيحصل ده مجرد تضييع وقت علشان القمر هيتدمر. وفعلا بنشوف ان القمر اتدمر. في الوقت ده لينا بتتجنن وبتجري ناحيه النيزك علشان تدمره وبتستخدم كل قوتها وبتكون حياتها مقابل النيزك. وهنا النيزك بيوصل الارض وللاسف بيدمر الارض. في الوقت ده الساحر بيقول لميرانا ان هي لو كانت مكانه كانت هتتصرف بنفس الطريقه وبيسيبها عايمه في الفراغ. مش قلتلكوا ان هو خنزير؟ وميرانا وهي تايهه في الفراغ بتسمع صوت فيرمين بتقول لها انت مش لوحدك، وبنعرف ان فيرمين لسه عايشه. وزي ما قلنا في الاول ان المكان الوحيد اللي كان محمي هو البرج، ودافيون والباقي كانوا لسه عايشين، وكده دافيون هو التنين الوحيد اللي فاضل. وبنعرف ان خطة التنين هي تدمير الباقي من الكوكب لان اعادة البناء بتحتاج التدمير. وفلومينا بتقول لهم ان هي ممكن تنجح ان هي تعيد بناء الكون مرة تانية. وهنا بيوصل الساحر وبيقول لها ان هو عمل كل ده علشان تبدأ الحياة من جديد، وبيكمل كلامه وبيقول لها ان هو مش هيسمح لها انها تدخل في نفس الدايره بتاعته، وبيقول لها ان هو هيدمر الكتاب علشان ما يقدروش يستدعوا المصهر. في الوقت ده دافيون بيتحول وبياخده للفضاء وبيمسكه يهريه ضرب علشان يكسب وقت لفلومينا. وبنعرف ان هو كان مخطط لكل ده علشان يستفرد بدافيون وبيسحب منه قوة التنانين. بس فيرمين بتظهر ومعاها فلومينا وبيرجعوا دافيون للأرض. وفلومينا بتعرف ان هي عندها نفس المرض اللي كان عندها في العالم اللي فات، وهو بيقول لها ان هو كان عارف من الاول بس كان عنده امل ان في العالم ده يكون عندها وقت اكبر قبل المرض. وساعتها الساحر بيقتنع ان هو يستسلم. وبترجع ميرانا للوقت اللي الساحر غفلهم وعمل فيهم كل ده، والمرة دي لما بترجع بتقدر ان هي توقف الساحر. بس للاسف دافيون ومارسي بيكونوا ماتوا وهي بتحزن جدا عليهم. وبعدها بنشوفها وهي عند قبر مارسي ودافيون، وفيرمين بتقول لها ان هم هيتحدوا علشان يرجعوا للعالم اللي فات. وبيخلص الانمي بمشهد غريب لفلومينا وهي قدام البرج وبتسأل وبتقول هل بتحبني، ودي كانت نفس الجملة اللي كانت بتقولها سليميني. ولغاية هنا بتخلص حكايتنا، وشكل كده لسه في جزء جديد. لو عجبك الانمي ما تنساش تقولي تقييمك للتلخيص كام من 10 في كومنت. استنونا الانمي الجاي. سلام.